بونجا كيسيك العالمي المعلوماتي الإبداعي يواصل تألقه المعلوماتي المصري العربي العالمي الشرق الأوسطي والشرق الأقصى. نتكلم في محورنا الأول نحو القيادة بصفة عامة، سواء إعلامية أو رئاسية أو إدارية أو مؤسسية أو أي شيء من هذه الأشياء، من أجل تنمية الوعي المصري والعربي والإفريقي والشرق الأوسطي. فمنهجنا يقوم على أسس سليمة متنامية لمجتمع يسعى وينمو ويتقدم ويتطور نحو العالمية لموقع مصر الاستراتيجي. إن موقع مصر الاستراتيجي في الشرق يعتبر درة الشرق على مدار السنين، وإن السنين تذهب وتعود وتصعد وتسقط ويظل الأمم للشعوب، فالشعوب هي القادة وهي التي تقود. وإنما القيادات التي نراها في كل مكان نختلف معها في الرؤى، نتفق وإنما نسعى إلى خيرها. فخير الأمم هي مصر، مصر العروبة ومصر الفراعنة ومصر التي علمت العالم وستظل في هذا متقدمة عبر العصور. وقد تقوم مصر وتسقط وتقوم وتسقط وتعلو وتهبط، وكل ذلك كذلك الدول العربية. وكان هناك استعمار في القرن الواحد التاسع عشر مرة وذهب إلى حال به، وأطماع أمريكية تتعالى منذ السبعينيات. وكذلك الآن، ما هو العالم المتعدد الأقطاب؟ العالم المتعدد الأقطاب الذي نتطرق إليه في ظل كلامنا عن القيادة، العالم المتعدد الأقطاب من أشد الأشياء التي تصيب المجتمع المصري والعربي والعالمي والأسيوي والعالمي بشكل جوهري سليم ووضاء ومنير في مجتمع يتنامى ويتصاعد. وإن المصريين والعرب يرون أن التقدم والتعالي والعمل شيء عظيم. القيادة ليست القيادة هي الأساس، وإنما الشعوب أن تحتوي هذه القيادة، والقيادة تقوم باحتواء هذا القائد. قد يخفق القائد وقد ينجح وقد يسقط وقد يصعد، وما لنا إلا أن نكون له مرشدون. فعدم الإرشاد وعدم الاتعاظ يكون وبالا على الشعوب وعلى القائد نفسه. فماذا سيصل القائد إلى ما يريده؟ هل سيحقق مجدا أم يحقق تقدما أم يحقق تاريخا أم يحقق لأولاده أو زوجته عظمة أو فخرا؟ فلقد مر عظماء كثيرين أمثال تشرشل الإنجليزي وأمثال الكثيرين مونتجومري وهيرومل والسادات وجمال عبد الناصر ومبارك والشيخ خليفة بن زايد والشيخ فهد بن عبد العزيز والكثيرين. إن هؤلاء القادة العظام الذين سعوا إلى خير بلادهم لابد لهم أن يخفقوا ولابد لهم أن يصيبوا. هكذا هي القيادة. القيادة ليست لحكم أو تحكم أو سيطرة أو ديكتاتورية، وقد يتطلب ذلك وجه معاصر مقبل، وقد تكون على أرض الواقع صعبة، ولكنها وفق أسس مدروسة وثوابت مفيدة للشعوب تساعد على أن يكون هناك تقدم. إن القيادة هي أساس تكوين الدول وتكوين الأسس القائمة على النواحي الاجتماعية والبيئية والتربوية. إننا جميعا نسعى إلى أن نكون دولة قوية لها مراس قوية ومبادئ عظيمة تؤدي إلى ما فيه خيرنا وخير أمتنا. قد نصيب ونتفق، وقد نثاب وقد نجازى. هكذا الحياة، ما لنا إلا الحكمة
والتوخي الحذر. إننا جميعا نعيش في عصر تتقلب فيه الدول وتتقلب فيه الساعات، ساعة تلو الأخرى، ذهابا وعودة وحياة نعشقها. إن القيادة شيء عظيم، ولكن الأعظم هو الله الذي يسيب القائد إلى ما يهواه شعوبه. ورب ضرة خير من منفعة تصيب عبر العصور لا يستفيدون بها. إنما ننشده ليس القيادة، وإنما التوجيه والإرشاد. وكل الناس قد تقول أنه يتكلم في عالم آخر يغلبه الماديات ويغلبه كل شيء. ونعم، الماديات أصبحت تطيح بالعالم، وإن العالم المتعدد الأقطاب القادم سيصيب العالم بحرب ضروس ستحدث الصين وستحدثها روسيا، وتصارع بين الأمم في شكل مزري وقميء وصعب، ولا بد من حكيم لهذا العالم. أتمنى أن أكون أنا، وليس للشهرة، فهذه مسؤولية انقسام في ظل تخبط دولي عالمي يصيب ولا يصيب، يسقط ويعلو. نعيش بالأمل، فالقيادة جميلة، ولكن وفق أسس سليمة يثاب بها القائد، وتوزع القيادة على القيادات، يتعاونون في عمل متنام وفي كل شيء مفيد للأمم من إنتاج وتصنيع وتصدير. عندئذ ستكون القيادة مفيدة لشعبها ولنفسها ولتاريخها، ويثاب فيها القائد يوم القيامة أمام الله عز وجل. إننا إذ نناقش أمر القيادة لا نشير إلى أحد بالسقوط أو الهوية أو الخطأ. إن الخطأ أن يظل الخطأ قائما، ومن الصواب أن يتم التعديل بالهدوء، ويتم المراجعة، ويتم العقل القائم على الأسس، وليس أبدا أن يستمر أي نوع من الدكتاتورية أو نوع من السيطرة على مدار الزمن مهما استمر ذلك. فما بقى هتلر، وما بقى موسوليني، وما بقى أي ظالم جبار متكبر. إن الله يرث الأرض ومن عليها. قد يكون المستمعون والمشاهدون الذين يستمعون إلي يقولون أنه يشير إلى أحد. لا أشير إلى أحد أبدا. كل الناس يعلم أنفسه ومطامعه ومآربه، ولكننا نسعى إلى خير أوطاننا وخير آمالنا وشبابنا وأجيالنا عبر العصور. شعارنا تعلية الإيجابيات دركا للمخاطر. تعلية الإيجابيات دركا للمخاطر صعبة المراسي. شعارنا ماضينا لحاضرنا. شعارنا ماضينا لحاضرنا. فائدتنا لأمتنا ولخيرها ولعروبتنا ولعالمنا. إننا نحيا في كرة أرضية جميعا، نحياها من أجل ماذا؟ نحياها من أجل إرضاء الله عز وجل، ومن أجل إسعاد الملايين. وليست هي السعادة في الحضارة المتنامية التكنولوجية، لا، وإنما السعادة في الروحانيات الدينية الاجتماعية البيئية المفيدة لكل هذا العالم. ووطننا العربي نشد على معصمه من قادة وملوك، ونسعى لهم بالخير ونوجههم للخير. هكذا هي الحياة. وإننا إذ نتكلم ونشير ونعيد ونزيد من أجل مجتمعنا العربي وشبابنا العربي وأجيالنا تبعا جيلا بعد آخر، وحوار الأجيال التي نفعله ونتكلم من خلال هذه الصفحة الموجهة للوطن العربي وللعالم أجمع. نسعى لخير أمتنا وخير عالمنا. وإن في هذه صعوبة أن أتكلم لكم كل هذا الكلام ارتجاليا وكلاما ربانيا من القلب للقلب، ولا أريد مطمعا ولا حكم. وأشكر من أساء إلي، فإنني وضعت برنامج لتجربة إعلامية للمرشحين الانتخابيين، وليس في نفسي أي نزعة لانتخابات. فالحكم سوف يحاكم كل حاكم يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة، يصيب ويخطئ، ولا حاكم يوم القيامة ولا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. أشكركم على هذه 10 دقائق
في صفحتنا. مع تحياتي بونجاك ستيك العربي العالمي عاد المظلوم.